اخويه ما فد مره قعدت وسألت نفسك ليش انا ما ادرس؟ او بمعنى ثاني ليش اسخت؟ انا اقول لك. مبدئيا العجوزيه لو كانت دوله طلعت العراق. لا تنصدم يا اخي، بالدليل هسه انا وياك. انت تسخت وانا اسخت، وهاي حاله طبيعيه عند العراق، ومنا واهس ماكو، وضميرك الدراسي انتحر من الصف السادس ابتدائي. يعني والله ما اعرف شو اقول لك، ما بقى شي بس اخلاقك. ضميرك الدراسي يودع، واما اخلاقك فهاي الشغله بيدك، لو تبقى يمك لو زين تعال وقف، وحالتك النفسيه يا اخي نفس المصير. هسه ما فهمنا ليش احنا نسخت. شوف هذا عقل الطالب العراقي، اذا تبوع له زين راح تلاحظ انه متروس حزن وكآبه. والله صراحه ما تلامون، وانا من ضمنهم طبعا. شوف عقل الانسان يحاول ينجذب للاشياء السهله والممتعه بالنسبه له. على سبيل المثال العماله، تشتغل يوم كامل فوق الضم عليك، بالنهايه تاخذ بس 25000. واللي يقول ترى ال 25 هواي، انا صاير يروح يشتغل عماله حتى يعرف انها قليله بحق العامل. لان العماله ابد مو هينه، مو مال حين وغاتي عبالك اي واحد يجي يدبرها. باختصار الحكي كله سالفه العراقيين وين الدراسه، ان ضميرهم الدراسي زباله، وضميرهم التسخيتي اعلى منها بهواي. واللي يقول لك الزبيب والجوز يقوي الذاكره، هذا الحكي صحيح بس مو ويا العراقيين. وبس. والله هنا انتهى المقطع، اتمنى يكون عجبكم ومع السلامه.